موقف غريب حصل لك في حياتك ومميز ولحد دلوقتي مش عارف تنساه. انا كل ما افتكر الموقف ده اضحك، فهشاركه معاكم لو حابين تسمعوا القصة. يعني لما كان عندي 10 سنين كنت شغال في صنعة اللي هي بتاعت التلاجات والغسالات والبوتاجازات، وما ادراك ما الصنعة اللي اشتغل فيها هو عارف وضعها ايه. كانت بتجينا التلاجات القديمة اللي واكلاها البارومة من تحت ومصدية، عايزة تتجدد تتعمل لها صيانة يعني. فكانت تتفك من تحت وتتقص ربعها ويجيبوا لها قطعة معينة من ورشة حديد وتوصل فيها، تتصنفر تتبرشم الأول وبعد كده تتصنفر وتتاخد كده بالمعجون ومش عارف ايه وتتصنفر تتظبط وتترش كده والكلام ده كله، والأمور كانت تبقى زي الفل والتلاجة كانت ترجع زيرو، ونغير الجلد بتاع الباب والموتور والفريون بتاعه والأمور تبقى زي الفل. فتاب عليا ربنا بعدها بفترة وسبت الشغل ده وكنت في الدراسة والكلام ده يعني. فجيت بعدها بحوالي ما لا يقل عن 10 سنين وأنا عندي حوالي بتاع ممكن 20 سنة ولا حاجة، ومعايا عمي كان عايز يبيع تلاجة، وجايب صنايعي يتفرج على التلاجة في البيت. ومن غبائي أنا كنت فاكر إنه عمي عايز يشتري تلاجة من الصنايعي اللي برضه هي واكلاها البارومة خالص ومصدية والدنيا فيها في الضياع، ويا دوب أصلا بتسقع شوية المية بعد 13 يوم. فجايب صنايعي في البيت يتكلم عن التلاجة ويشتريها، فأنا جيت بالصدفة حضرت القعدة، فلقيت النقاش شغال، وعمي يقول لا ده التلاجة زينة ومش عارف ايه، والصنايعي يقول التلاجة اصلا دي مثلا هتكلف كذا كذا، فعمي يقول له لا ده مش هتكلف غير ملاليم شوية دهين من بره ومش عارف ايه ودي جديدة وانا حضرت الحوار. قمت نبص على التلاجة لقيت الدنيا بايظة فيها على ان انا عندي خبرة يعني. فبقول لعمي بقول له يا عمي نقول له التلاجة دي تصرف كد حق تلاجي، دي اولا واكلها البارومه من تحت عايزه كذا وكذا وكذا، وهو يبص عليا يقول لي يا تسكت. نقول له يا عمي نقول له التلاجة الموتور بتاعها متاكل عايز فريون، يقول لي يا اسكت انت ايه عرفك اسكت. نقول له ما يضحكش عليك يا عم، التلاجة دي عايزه تروح نجي حمادي وتقص الجزء اللي تحت الربع دي وتغير ربع كامل، بعد تتصنفر وتحط لها كذا كذا كذا، ده زمان كانت تكلف 500 جنيه من 20 سنه، فما بالك من دلوقتي. يقول لي يا تسكت يا تسكت. وانا طبعا فاهمش ولا حاجه، وفاكره هو كان راح يشتري التلاجة من الصنايعي، وانا جاي المهندس الكبير بخبرتي شغال ننصحه علشان ما يضحكش عليه. يا عم يقول لي اسكت الله يخرب بيت ابوك يا تسكت، لحد ما الصنايعي راح قال ايه يا عم انا بقيتها معيش التلاجة دي ربنا يخلف علي سلام عليكم. فالمهم اتضح في الاخر انه الصنايعي ده هو كان هيشتري التلاجة وانا بوظت البيعه. مشى طبعا الصنايعي من عندي راح عمي ماسكني من قفاي هنيتي ابوك وابو اللي جابك ضيعت البيعه يا كلب يا ابني يا ابني. طبعا ما بقاش ادبا ليا يعمل ايه يا عمي بقى، خد التجيله هنا. ادبا ليا يا عمي ده يعمل ايه، يروح واخدني ومشيلني نص شكاره ملح ويطلعني على القصبات في الجو نار، في نفس الجو اللي احنا فيه ده حاليا، ورايح نملح ايه القصبات، وانا في حياتي ما ملحتش قصب ولا دخلته. خراب هنا بقى اصعب من خراب التلاجة. انا عملت ايه بقى، جبت الجلابيه وعبيت حجر ملح، وهو قال لي امسك الملحيات كده وتعالى من تحت في الارض كده ورش واحده واحده. وانا قلت ايه على ايه التعب ده كله، حطيت الملح في حجري من فوق ونمسك الملحيات ونرش فوق القصبات ونرش فوق القصبات ونرش فوق القصبات. طبعا هو راح جاب بعضه وجا 5 دقايق خلصت. قلت عملت ايه، قلت له خلصت يا عم. خلصت ما شاء الله عليك، خلص كيف بسرعه دي، قلت تعالى اهو ما انا رشيت. وراح قال فين الملح، قال لي رشيت ازاي انت، قلت قاعد ترش كدي، قال يا خراب البيت. وراح طلع على القصبات يفتح القصبايه يلاقي جواها الملح من جوا، يا خراب البيت القصبات نشفه ويا خراب البيت اتشلوا مش ومسكني ورجليه تعفس ورجليه تقتل ورجليه تضرب، وخدت كتله في اليوم دي ما ننساهاش في حياتي. خربت بيت التلاجة وحركت له القصبات وخربت له البيت وضيعت له من الحياة. والدنيا كده ايه، انا فاكر نفسي اني انا مع ننصح ومع نعمل الصح. وده كان موقف من المواقف اللي في حياتي اللي هي ايه ما ننساهاش طول عمري. ربنا يرحمك يا عم ان شاء الله، يكون مسواك الجنة وربنا يصلح الحال. تحياتي ليكم بحبكم في الله.